السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخنا. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم أحبابتي وليت لكم بوصفة جديدة رائعة يحبوها أولادنا كامل، وحتى احنا الكبار نحبوها. ظريفة نظيفة رائعة خفيفة. خليكم معايا تشوفوا المقادير. نبدأ بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شتو واش عندنا في المقادير؟ عندنا كاس ونص حليب، وعندنا نص كاس زبدة. كاس ونص حليب ونص كاس زبدة. لازم تتقيدي بالمقادير باه يجيك الخبز رائع، خبز يهبل، خبز قمة. شوفي، عندنا كاس ونص حليب دافي، كاس ونصف من الحليب الدافئ. نديرو فيهم غرفة خمارة الخبز، ونزيد لهم المغرفة تاع السكر، وبالفوي نخلطوهم باه تتفاعل الخمارة مع الحليب. حبيبتي ما يكلفوك حتى حاجة. كاس ونص حليب ديري 9 لي ساندويتش، الله يبارك. ب20 ميل دجاج، هذا البلون صدر 20 ميل، دلي 9 لي ساندويتش. صافي 20 ميل برا يسوى 25 ميل ساندويتش. هذا واحد يسوى 25 ميل. ديري لوليداتك، برعيهم فرحيهم، خليهم ياكلوا حاجة نقيقية، حاجة شابة تاع الدار. بعد ما درنا خلطنا ديك الخميره مع الحليب، نزيدو لهم غرفه تاع 2 مغارف تاع فارينه باه تفاعل ليه. زدنا لهم 2 معالق فارينه، نغطوها 5 دقائق ومن بعد نعاودو نولو ليها. وصفه ساهله ماهله، وخبز كما نقول لك، صدقيني تجربيه وتدعي ليه. هنا بعد مرور ال5 دقائق كما كتشوفي الخميره تاعنا تفاعلت. نديرو نص كاس تاع الزبده، نص كاس زبده. حبيبتي وانتي لا حبيتي تضاعفي الكميه ضاعفيها، بصح لازم تتقيدي في الكميه هذه بالمقادير. درنا نص كاس تاع الزبده، ونزيدو لهم الفارينه ونلموهم مليح. نحركوها كامل هكا ساهله. زيدي لها غير الفارينه، غير تمت لك عجينه، عجينه خبز عاديه ما تتلاصق، ما من ديك الزبده ما تجيش تتلاصق. وانتي يا حبيبتي فضلا وليس امر، وش حبيت نقول لك؟ ديري لي جيم قبل ما تشوفي الفيديو، خلي لي كومونتير، بارطاجي مع صحاباتك الوصفه. ان شاء الله بكم تكبر القناه ونستمر معاكم. أحبكم في الله، ربي عالم. والفت كل يوم نطلع لكم وصفة جديدة. وراني دايرة قناة، راني دايرة صفحة في الفيسبوك مسميتها نفس اسم القناة، مطبخ وتدابير كريمة البليدية. اللي تحب تنضم مرحبا بها في الفيسبوك. نزيدو الفارينة غير اللي تمتلنا العجينة تاعنا. لميها برك، نمسحو هذوك الاطراف تاع الفارينة كامل. نظفو يدينا من الفارينة ونلموها، نغطيها خليها تخمر ونولي لكم.
هنا بعد ما لايمت العجينة تاعي خليتها تريح، حطيت المقلة، حطيت مقالتي فوق النار، درت فيها شوية زيت وحبة بصل، خليتها تقلت، حطيت فيها هذاك النص تاع الصدر اللي كنت حارجاته، وانا كنت محارجاته من الاول، دايرت له شويه فل كحل، شويه كركم، شويه زنجبيل، شويه هريسه، ومن بعد درت فلفل الوان. وانتي حبيبتي ما عندكش فلفل الوان ما تتقيديش، ديري الاخضر، ديري جزر، زروديه رابي، ديري اللي حبيتيها، ديري فيونداشي، ديري خضره وحدها اللي تحبيها، لا فاخس اختياريه. درت فلفل الوان كما قلت لك، الدجاج تاعي محروج، ما زدت له حتى حاجه لي زيبيس. نخلطوها ونغطيوها ونخلوها طيب 10 دقائق ونطفولها. وهنا بعد ما طابت لافاغس تاعنا وطلعت العجينة تاعنا، الله الله هذه العجينة تهبل 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 كما قلت لكم، رائعة، جربوها وعاودوا ردوا لي الخبر. حطيتها فوق الاخر، فوق سطح العمل، واش نديرها نقسمها ديغازيتها، نقسمها قطع متساوية. انا يا درتهم لي ساندويتش متوسطين، ما هم لا كبار لا صغار، دارت لي 9. انتي تحبي تكبريهم تحبي تصغريهم، الامر راجع ليك. كما كتشوفين قطعتهم قطع متساوية، نكورهم جميع كويرات صغيرة. كاين اللي يطيبوهم هكا يحشوهم خضر ويطيبوهم، انا لا حبيت نطيبهم ومن بعد باه نبريسيهم ما يجوش عجين لداخل. نكملوا نشكلوا الكويرات تاعنا كلها بنفس الطريقة ونعاود نولي لكم. هنا بعد ما كورت جميع العجينة تاعنا، هذوك الكور كورتهم غطيتهم خليتهم ريحوا 5 دقائق وعاودت وليت ليهم. واش ندلهم كما راكي تشوفين، نحلهم بالمدلك، حليتهم اوفال، وانتي تحبي تحليهم مدورين، تحبي ما تتقيديش بيا، حليهم رقاق يطلعوا ينتفخوا. كما كتشوفي ان شاء الله تكون طريقة واضحة. نكملوهم كامل بنفس الطريقة. رانا دهنين السنيوة تاعنا بشوية زيت، نستفوهم في الصينية، ما ندهنوهم ما والو، هكا يطيبوا. وراني شعل الفور، نشعل الفور 180 درجة، نحمرهم شوية من تحت ونزيد لهم هذيك تاع لي بانيني كي نبريسيوهم يحمروا، نطيبوهم نص طياب برك. نكملوهم كلهم بنفس الطريقة ونعاود نولي ليكم. وهنا بعد ما طابت لافاغس تاعنا حطيتها في صحن باش تبرد، وطيبت الخبيزات كما راكم تشوفوا فيهم. نجي لهذوك الخبيزات كامل بالموس نحكمهم، نفتحهم. كم عاودت وليت ليكم، قطعت هذوك الخبزات في الوسط، صورتهم وما خرجليش المقطع كما وديجا درت لي ساندويتش وتاني ما خرجوش عندي. هذاك الجبن سلايس تاع لي ساندويتش راني نقطع في الوحده على زوج. ندهن هذا الساندويتش تاعي بالمايونيز، انا نسيت المايونيز ما درتش المايونيز. حطيت الفرomاج كما راكم تشوفوا، الجبنه هي اول شيء، نحطوا الدجاج والفلفله. راني نصور لكم بالتصوير البطيء ان شاء الله تكون الطريقه واضحه. نستفوا داك الدجاج تاعنا كامل، وكوني سخيه في الدجاج باه يجي بنين. نزيدو نحطو قطعه من الجبن، كم حب تعرفوا هادو لي ساندويتش تاع البانيني يحبوا الفرomاج، نحطوها من الفوق ونغلقوه ونروحوا للآلة نبريسيوه. نكملوا لي ساندويتش تاعنا كامل بنفس الطريقه، ان شاء الله تكون طريقه واضحه.
نزيدو نديرو وحد اخر. بنفس الطريقه ونعاود نولي لكم. وهنا بعد ما غلقنا لي ساندويتش تاوعنا بريسيناهم ندهنوهم بشويه زبده باه يجي الشكل تاعهم يفتح النفس، وبهذا يكونوا واجدين. هنا بعد ما كملنا بريسينا لي ساندويتش تاوعنا كامل، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. هذه هي اللحظه اللي تنسيك التعب كي تفرحي وليداتك، حاجه نظيفه درتيها بيديك. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. حباباتي صحاباتي خياتي، نتمنى ان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم وتنال رضاكم ان شاء الله. جربوها ما تندموش، وخلوا لي رايكم في التعليق، وما تنسوش الجيم ولي كومونتير، وشاركوا الوصفة، شاركوا الوصفة مع حباباتكم. نقطعه لكم تشوفوا الشكل تاعو من الداخل. راكم تشوفوا الله الله، ساندويتش رائع مع كاس جازوز ولا كاس لبن ولا كاس لاتاي اللي هو مهم حاجتنا في دارنا نعرفوا واش انا ناكله. ابقوا على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الملتقى ان شاء الله في وصفة قادمة جديدة بحول الله. الى اللقاء. اسني هاي اربح.